أصدر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا يعلن فيه عن توقيع عقوبة على نجمه أحمد عبد القادر بسبب ما بدر منه تجاه مدربه مارسيل كولر خلال مباراة الفريق ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا. وحقق الأهلي الفوز ضد نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة على ملعب استاد القاهرة ضمن لقاءات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وشارك أحمد عبد القادر في المباراة. وقال الأهلي في بيانه: قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر نظرا لما بدر منه. ماذا قال كولر بعد تجاهل أحمد عبد القادر مصافحته؟ وخلال المؤتمر الصحفي سئل كولر عن الواقعة، وأوضح أن خلال المباريات التي يكون فيها مشاعر وجماهير بكثرة يكون هناك انفعال من اللاعبين خاصة، وأنه يرغب في المشاركة لأطول فترة ممكنة. وتابع مارسيل كولر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أنه نفس اللاعب احتفل بعدها مع زملائه بالفوز عقب المباراة، وهذا هو الأهم. واختتم حديثه بشأن الواقعة قائلا أنه سيتم عقد جلسة مع اللاعب للتحدث بشأن ما حدث قبل المران الجماعي للفريق. كان عبد القادر قد رفض مصافحة مدربه مارسيل كولر بعدما استبدله السويسري في اللقاء لصالح زميله حسين الشحات في الدقيقة 63 أول رد فعل من أحمد عبد القادر حرص علي الاحتفال بعيد ميلاد زميله عمرو السولية عبر حسابه علي انستجرام، وكتب قائلا: عيد ميلاد سعيد.